أسهل طريقة لكريسبي دجاج مقرمش وذهبي ومن دون ما نعدي على 3 مراحل بالتغميس. اسمعوا لي هالقرشة لحالها نغم ومنهنه وطيب طيابة لذيذ لذاذة لا تقولوا حاجة. شوفوا الطريقة: كيلو من صدر الدجاج بنغسله وبنقطعه بشكل عرضي لحتى نسويه شرحات رقيقة، ما بصير تكون أسمك من هيك. بدنا نخلط المكونات كلها مع بعضها ويصير عنا أطيب خلطة تغميس لهالدجاج مشان ما نتعذب وننتقل مرحلة لمرحلة. وهي عبارة عن 3 بيضات، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة بودرة ثوم، معلقة كبيرة بودرة بصل، نص معلقة كبيرة فلفل أحمر، ونص معلقة كبيرة فلفل أسود. نبشر بصلة صغيرة وبنضيف كاسة طحين، ممكن نحتاج شوي أكتر لحتى نصل للسماكة اللي بدنا إياها. وآخر شي بنضيف 4 معالق كبيرة من لبن الزبادي وبنخلطهم مع بعضهم منيح لحتى يصيروا بهي السماكة. إذا صار أمرق من هيك ضيفوا رشة طحين. الخلطة لازم تكون بهي السماكة لحتى تثبت على صدر الدجاج، يعني تدبق فيه ما تنزل منه أبدا. منشيل شريحة الدجاج من الخلطة ومننزلها بالبقسماط ومنحاول بالأصابع نكبس البقسماط على شريحة الدجاج. بهي الطريقة بتحصلوا على طبقة مقرمشة وذهبية وثابتة على الدجاج، ما بتنفصل عنا بعد القلي أبدا. والكريسبي عنا جاهزة القلي. الزيت بنحميه كتير منيح، ولما بدنا نبدأ بالقلي بنخفف عيار النار للوسط. كتير مهم وقت القلي كل شوي نقلب القطع على الطرف الثاني، ما بصير طرف ياخد لون قبل طرف. ويا عيني على هالقرشة وعلى هاللون، ما شاء الله، مو بس بستووا بتنهنهوا، لسه الطعمة أطيب كريسبي وأسهل كريسبي ممكن تجربوه. لا تنسوا كريم التوم والبطاطا المقلية، وصحة وألف هنا يا رب.